الراجل ده 3 مرات يروح عشان ينفذ حكم الاعدام ويرجع تاني. تفتكروا عمل ايه وايه اللي حصل؟ الراجل ده اسمه بايسون كاولا. الراجل ده من بلد اسمها ملاوي موجوده في جنوب غرب افريقيا. بايسون قعد فتره شغال في جوهانسبرج. لما رجع بلده جيرانه اتهموه في جريمه قتل، وبعد كده راح المحكمه واتحكم عليه بالاعدام. وبعد كام شهر جه وقت تنفيذ الحكم. في الوقت ده كان بينفذ حكم الاعدام شخص واحد بس بيجي من جنوب افريقيا، وكانوا بيجمعوا له عدد كبير من الناس اللي محكوم عليهم بالاعدام عشان ينفذ فيهم الحكم. الراجل وصل ونفذ الحكم في 21 شخص. ولما جه الدور على بايسون كان الراجل ده تعب تماما، فقرر ان هو يوقف تنفيذ الاحكام ويرجع بلده، وبعد كده يرجع كمان كام شهر عشان ينفذ الاحكام مره تانية، ويتكرر الموضوع للمره التانية، وبرضه يجي الراجل وبايسون يبقى اسمه في اخر الكشف، فالراجل يتعب وما ينفذش برضه الحكم ببايسون، ويتكرر الموضوع ده 3 مرات. بايسون كل مره يروح عشان يتنفذ فيه حكم الاعدام، وفي الاخر يرجع تاني على زنزانته وما يتنفذش الحكم. لحد سنة 1994 تحصل مفاجأة كبيرة جدا في ملاوي. نظام الحكم في بلد ملاوي يتغير لنظام ديمقراطي ويتلغي حكم الإعدام، وبكده بايسون يتحول الحكم عنده من إعدام لسجن مدى الحياة. سنة 2007 تحصل مفاجأة تانية خالص. شخص يتقبض عليه وبعد كده يعترف ان هو اللي ارتكب الجريمة اللي اتسجن بسببها بايسون، فيتحكم بالبراءة لبايسون ويخرج من السجن سنة 2007 بعد ما قضى حوالي 20 سنة من عمره في السجن. لو عجبتكم الحكاية اكتبوا لنا في الكومنتات، واستنونا الفيديو الجاي عشان نكمل قصتنا. سلام.